خسارة الأهلي من أورنالدو بايرتس. خسارة كان لازم تخسر، انت فاهم؟ هو كان لازم تحط حد للموضوع دوت، انت فاهم؟ هو انت لازم تخسر علشان تبدأ الإدارة تحس ان في فعلا غلط، في حاجة مش مظبوطة. اصل انت لو فضلت تكسب 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 هتيجي لنهاية يناير، ما انت عايز ايه؟ انت بتكسب، انت عايز ايه؟ انت عايز اكتر من كلام، انت بتكسب، ادائك وحش بس بتكسب، فتعوز صفقات ليه؟ فانت كان لازم تخسر وتخسر على ارضك، كان لازم تخسر وتخسر على ارضك، وادائك يبقى وحش، وادائك يبقى وحش، واللاعيبه بقى تغلط ومش عارف عشان تبدا فعلا تحس ان انت عايز صفقات. كل حاجه نتكلم فيها، كل حاجه، وجاي لك جاي لك يا خالد يا عبد الفتاح. بص، هو انا مخصم معاك يا ابني، والله انا مخصم معاك، انا عامل الفيديو ده. بص انا مخصم معاك، انا مخصم معاك من هنا لحدايه ما تمشي من تغور من النادي وما عادش تبطل كوره، انا مخصم معاك. فقبل اي حاجه احنا نصلي على النبي وما ننساش ندعي لاخواتنا في سوريا وفلسطين، وبسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا الماتش بكولر. كولر لعب مصطفى شوبير، الحمد لله اللي هو خلاص اعتمد مصطفى شوبير، والشناوي كان على الدكه. الماتش الجاي الشناوي مش هيبقى على الدكه، انا هو انت هوت. الماتش الجاي الشناوي مش هيبقى على الدكه، اصل انت عايز، انا قعدت له دكه ماتشين، انت فاهم؟ في اللعبه، انت فاهم اللعبه خلاص، ما اللعبه بانت خلاص، الماتش تاني ما عدوش على الدكه. خالد عبد الفتاح جاي لك جاي لك يا خالد، جاي لك يا بتاع السجق. ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، انا مالك. بص والله انت لو لبستنا النهارده 50 جول من كل واحد فيكم، خالد عبد الفتاح، نبيل كوكا، مروان عطيه، قفشه، كريم ندفيد، اللي انا كنت قلقان منه بس كان كويس، كان نوعا ما حلو. ده بالعكس، ده انت بعد ما طلع لبس الجون التاني بسبب اكرم اللي كان عايز 30 40 مليون في الموسم عشان يقعد في النادي، اتمرقص تمرقصه، عيل ناشئ ما ياخدش التمرقصه ديت، اتمرقص هوب. ياسر ابراهيم ساب الرقابه، لبست جون تاني. بس المشكله اكتر ان انت طلعت ندفيد ونزلت اكرم، اصل هي تبديله ما كانش لها لازمه ان انت تطلعه وتنزل اكرم توفيق، ملهاش لازمه. انت عايز تكسب، انت مش عايز تتعادل، انت عايز تكسب، فانت تبديله ملهاش لازمه. بس انا عذر الراجل، انت ما عندكش حد تنزله. وامام عاشور وعمر الساعي واسامه ابو علي، دي التشكيله. خالد عبد الفتاح انا تقريبا كاتب في الورقه ديت، خالد عبد الفتاح عمل 5 6 مس باص في الشوط الاول بس. خالد عبد الفتاح عندك في الدقيقه 24 مس باص زفت في نص الملعب عند الجون بتاعك، لو مروان عطيه ما كانش لحقه كنا لبسنا جون. شكرا. عرضيه زفت في الدقيقه 31 مش قادر يرفع رجله، المعلم مش عارف انت فين، انت مش متجوز ولا ايه؟ مش قادر ترفع رجلك. بس هو خالد عبد الفتاح انا مخصم معاه. انت عايز تروح الزمالك؟ يعني بص، من ساعه التصريح بتاعه اللي هو بيقول لك لو الزمالك طلبني وانا مشيت من الاهلي عادي ممكن اروح. طب ما تروح بالله عليك. بص، مع احترام نادي الزمالك، بس الزمالك هو ناقصك، يعني الزمالك عايز حبايه زيك تلعب وينج مع مصطفى شلبي، تبقوا انتوا الاثنين يا سلام والله العظيم. بص انت الاثنين تبقوا جنب بعض تعملوا جبهه بنت حرام بجد والله. الشوط الاول للاهلي متوسط، اقل من المتوسط نوعا ما، تلت ساعه 25 دقيقه تقريبا. يعني عمر الساعي هو الوحيد مكسب المباراه 2. عمر الساعي وكريم الدبيس. اللي تاني ماتش على التوالي بيعمل اسيست، ولا اروع ولا احسن ولا اجمل من كده. تالت اسيست ليه تقريبا في 4 او 5 مباريات. فالراجل ده مكسب المباراه فعلا، سواء عمر الساعي وكريم الدبيس. انت لازم تلعبه، لازم كولر لازم يبدا يلعبه، الراجل ده ما عادش ينفع يقعد سواء ده او ده. تسديده الامام في الدقيقه 30 كانت ارته حلوه، كانت ممكن تيجي جون بس كانت جميله فعلا من امام. الشوط الثاني بدا الاهلي نفس الاداء، نفس الزفت، نفس الخرا. لبسنا جون في الدقيقه 53. جون في الدقيقه 53. كابتن رامي، بص يا كابتن رامي، بص، هو انت وخالد عبد الفتاح انتوا الاثنين فيكم حاجه غلط. كابتن رامي كان طلع قبل كده اللي مش عاجبه ان انا في النادي ما يشجعنيش. هو نادي ابوك ولا نادي اللي خلفوك في ايه يا عم؟ طب يلا، انا كنت قلت عملت فيديو من زمان، من اول لما بدات قلت لك ان كابتن رامي من ساعه التصريح اللي هو قاله دوت بيترقص على الثابته، بيتاخد على الثابته، على السرعات، اي حاجه ممكن تاخدها عليه. فالنهارده انت حاجه جديده بالنسبه لك، مش عارف تشتت الكوره جايه لك انت بتعملها باكورد ليه؟ انا عايز افهم، هو انت مين يعني؟ انت مين مدافعين في العالم عشان تعمل كوره جايه لك تلعبها باكورد؟ ليه ما ينفعش تنزل لها بدماغك؟ هتتهان، انت هتتهان لو انت نزلت لها بدماغك، تستلمها على فخدك مثلا وتشوطها. انا مش فاهم. والكابتن خالد عبد الفتاح يا معلم، ايه التغطيه دي؟ التغطيه اللي الراجل، انت اهو الراجل هوب قطع قدامك قام حاططها جون، انت في ايه؟ انا مش فاهم. بص، كولر في بدايه الماتش من وجهه نظري كان غلطان في حاجتين، ان هو بدا بخالد عبد الفتاح وكريم ندفيد. بس كريم ندفيد كان كويس، انا كنت شايف ان كريم ندفيد النهارده كان كويس نوعا ما، كان حلو،
يعني كان يمشي حاله. والتاني زي ما انا قلت لك خالد عبد الفتاح. فالحمد لله زي ما انا قلت لك ان مش انا لوحدي اللي شايف ان ده في حاجه غلط. خالد عبد الفتاح يا جدعان مش لاعب كوره. بص عارف انت صلاح وعبد الفتاح بتاع السجق؟ هو ده عبد الفتاح اللي في بتاع السجق. انا مش فرحان، انا متضايق، بس انا فرحان في خالد. انا حقيقه جدا. كولر مقتنع بيه ليه؟ يعني انت عندك واحد محمد هاني لما نزل الماتش اللي فات كان والله عامل الدقايق اللي لعبها تقريبا شوط، كان عامل شوط حلو، شوط كويس، متوازن هجوميا ودفاعيا وكان تمام. فانت لا تلعب خالد عبد الفتاح. انا بالنسبه لي لما الشوط الثاني بدا انا كنت مستغرب، انا كنت خلاص مستني بين الشوطين، قلت التغيير اللي اكيد تحصل خالد عبد الفتاح هيطلع وينزل هاني. استغربت اللي هو كمل ولبسنا جون. عملنا تبديلات، نزلنا هاني وكريم والشحات. ده في الدقيقه كام؟ ده في الدقيقه 63. طلعنا قفشه وخالد والساعي يطلع. انا مش فاهم، ما كانش ينفع تطلع الساعي، بس ما يجراش حاجه، طلعته والراجل عامل لك اسيست اللي هو كريم الدبيس. هوب الشحات جاب جون. يعني انت الاثنين اللي انت نزلتهم واحد عامل لك اسيست وواحد جاب لك جون. يا عم ماشي. بعد كده بقى انت خرجت لمروان عطيه ونزلت السوليه. يا عم تمام، انت بتنزل حلول هجوميه عشان تكسب، تغيير تمام يا عم، انا مرضي بالتغيير دوت. بعد كده بقى قمت منزل لي اكرم مكان ندفد. دي بقى هنا المشكله. ندفد ما كانش وحش، ندفد كان كويس، ندفد كان حلو. فانت ليه تنزل اكرم؟ اهو اكرم نزلته اخد تمرقصه في نص يارده، مفيش عيل ناشئ يتمرقص الترقصه ديت، هوب عدت. طبعا الكابتن محمد هاني طبعا مش مغطى مع الراجل رفع العرضيه. الكابتن ياسر ابراهيم الرجوله الجرينتا اللي هو زي ما احنا بنشيد بها ننتقده. انت بتعمل ايه يا معلم؟ والله فهمني انت بتعمل ايه؟ يعني ازاي الراجل انت هوت والراجل هوت يلعب الكره بدماغه وانت واقف؟ فين التغطيه بتاعتك؟ هو انتم مدافعين بتعملوا ايه يا جدعان؟ بس كل اللي احنا بنقوله ده بلح، انت فاهم؟ كل اللي احنا بنقوله ده احنا بنحاول نلبسها لمدير فني، بنحاول نلبسها للعيبه، بنحاول نلبسها لاي حد الا مجلس الاداره. كابتن محمود الخطيب انت مقتنع كده؟ يعني عايز افهم. ومجلس الاداره المحترمين انت مقتنع كده؟ اجى وقت على النادي الاهلي، والله اجى وقت على النادي الاهلي كان بيقعد دكه مين؟ بركات، ابو تريكه، عماد متعب. انت فاهم اللي على الدكه مبالك من اللي بيلعبوا؟ انت فاهم؟ يعني انت مستوعب جيل 2012 و2011 و2013 و2010 و8 و6؟ انت فاهم العدد على الدكه عندك مين؟ ابو تريكه، بركات، عماد متعب. انت فاهم الراجل بتطلع انت لما بتيجي بتبدل، فالمدير الفني بتاع الفريق الثاني هو انت بتعمل ايه يا جدعان؟ انت طب الوقت انا المفروض اعمل ايه؟ واحد مطلع لي مثلا عبد الله السعيد ومنزل لي ابو تريكه، المفروض يعمل ايه؟ واحد مطلع لي فلافيو ومنزل لي عماد متعب. طب المفروض انا كمدير فني اعمل ايه؟ فاهم الدكه كانت الاهلي كانت عامله ازاي؟ اتفرج الوقت على الدكه. كابتن مع محمود كهربا، مش عارف الشناوي، مين تاني، السوليه، اسمه ايه، محمد عبد الله، محمد سمير. فين دكه الاهلي؟ فين الدكه اللي تلعب؟ طب يا ريت ترجعونا للسنه اللي فاتت، يعني يا ريت والله يا ريت ترجعونا للسنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت الاهلي كان معاه فرقه بس كان ناقصه مهاجم. دلوقتي الاهلي معاه مهاجم وناقص فرقه، ناقص فرقه بادارتها. انت فاهم؟ ناقص فرقه بالاداره، مش فرقه بس، فرقه بالاداره. يعني انت كفريق اهلي تصعد تاني؟ والله ما بهزر والله تصعد تاني. والله مجموعه ده مجموعه في المتناول. في المجموعه انت تكسب فيها 6 ماتشات رايح جاي عادي، تكسب 6 ماتشات رايح جاي. لو معاك سكواد محترم وفرقه محترمه تكسب ال6 ماتشات بتوعك، تاخد العلامه الكامله فيها. بس انا رغم الزفت اللي احنا كنا شايفينه ده كله، انا ما عجبنيش غير بوست واحد. انت فاهم؟ بوست واحد انا شفته انا فعلا انا ضحكت. واحد كان كاتب بوست: الاهلي ما لعبش ماتش وحش، احنا بس كنا بنلعب من غير باكين ومن غير لاعبين رقم 8 عشان الاثنين كانوا بيلعبوا وينجين والثالث كان بيلعب باك ليفت عشان احنا ما عندناش باك ليفت وما عندناش وينجين، فبنلعب الخط نص وينجين، ولما بنحب نغيرهم بننزل باك ليفت يلعب وينج مكانهم، ومضطر تستحمل غلطات رامي ربيعه وانت وحظك بقى يفوق او ما يبقاش فايق علشان احنا ما عندناش غير 2 مدافعين. ده فعلا هو ده فعلا ملخص النادي الاهلي حاليا. طيب انت هتستمر كده لحد امتى؟ يناير خلاص، يناير لسه ما بينا 10 ايام ويخلص، وانت في البلاله، انت في البلح. انت حتى صفقه مصطفى العش انت مش عارف تجيبها، لعيب بيلعب جنبك محلي انت مش عارف تجيبه. يا جدعان احنا كان عندنا 2016 2017 مدير تعاقدات دكر اسمه هيثم عرابي، كان ممكن يخش يتفاوض مع ميسي وكريستيانو عادي. جاب لك ملك افونا اللي كانت افريقيا كلها بتتشكل عليه وانديه اوروبيه، والزمالك راح جابه لك واجا. ملك افونا اللي انت بعته تقريبا في الدوري الصيني باين ب 8 مليون دولار. رقم انت مستحيل تبيع لعيب عندك ب 8 مليون دولار.
انت لما طلعت محمد عبد المنعم طلعته بان باربعه او باربعه ونص. انت متخيل انت في كام سنه من 2016 بتطلع لعيب ب8 تقريبا او 9، مش فاكر الرقم بالظبط. انت متخيل الرقم؟ فانت كان عندك مدير تعاقدات ذكر الوقت انت، وقبل كده طبعا كان عندك عادل القيعي. الوقت مين مدير التعاقدات عندك؟ مين اللي بيخلص لك الصفقات؟ كابتن محمود الخطيب يرفع التليفون على رئيس النادي التاني يجيب له صفقتين 3. كابتن اسمه خالد مرتجي يسافر عشان يخلصوا صفقه. امال بتوع التعاقدات دول بيعملوا ايه؟ لازمتهم ايه في النادي؟ طب ما ترجع الكابتن هيثم عرابي، معلش يعني رجع كابتن هيثم عرابي، هيجيب لك صفقتين 3 4 حلوين. ما دام انت ما انتش عارف تجيب صفقات، مش عارف تتعاقد مع صفقات، اقل صفقه في الدوري المحلي انت مش عارف تجيبها. طب ايه فين الاداره؟ فين الشغل؟ فين البتاع؟ طيب قعدت تقول له صفقه مصطفى العش كمان يومين، ده الكلام ده من الجمعه اللي فاتت، النادي هيعلن عنها. طيب احنا النهارده تقريبا لحد فين؟ ما اعلنتوش عنها ليه؟ الصفقه متعطله في ايه؟ مش عايزين تدفعوا ليه؟ في الحوار. طب انتوا ما بتطلعوش تفهموا الناس الدنيا ليه؟ يعني مثلا واحد يطلع مع الاعلام والله العظيم الصفقه حصل 1 2 3، الصفقات متعطله عشان 1 2 3. ليه انتوا متكتمين على الدنيا؟ هو انتوا مثلا متكتمين هتجيبوا لنا كريستيانو؟ هتجيبوا لنا نيمار من الهلال؟ هتجيبوا لنا بنزيما؟ انتوا متكتمين على الصفقه ليه؟ خايفين حد يخش معاكم في الصفقات؟ يا اخي تنيل، والله العظيم يا اخي تنيل. هو انت عارف تجيب صفقات عشان حد يخش معاك اصلا؟ ده انت لما بتفكر تخش في صفقه بتبقى اساسا انت عارف ان هي مش هتيجي من الاول، علشان انت مش هتدفع، انت بخيل، مش عايز تطلع الكيس. طب هتفضل كده على كده لحد امتى؟ يلا يناير بقى يخلص. طب دوري الابطال تعمل فيه ايه؟ مش هتاخده؟ الله، الدوري انا وانت اهو ومش عارفين الدنيا هتبقى فيها ايه. طبعا في نقطه نسيت اتكلم عليها وسط الدوشه دي كلها، التحكيم ايه الخرا التحكيم العته التحكيم اللي احنا كنا شايفينه دوت. الاهلي ممكن يتحسب له 3 ضربات جزاء النهارده بالمستريح، يتحسب له 3 ضربات جزاء النهارده بالمستريح. بس طبعا انا مش هلوم على ايه يعني؟ هلوم على التحكيم ولا امسك في الراجل ولا امسك في اللعيبه؟ لا، احنا نشوف الغلط الاساسي من مين؟ من مجلس الاداره. يبقى ده فعلا هو اللي تلومه، ما تلومش حد تاني. انا ولا هتكلم على كولر ولا اقول هو غلطان ولا اي حاجه، حتى لو في عيوب في المباراه، بس الراجل معذور. انا كولر لو اجى الوقت لعب لي 11 حارس مرمى في ارض الملعب، والله ما اقول له انت بتعمل ايه، والله ما هقول له انت بتعمل ايه. لو نزل لعبني ب9 ولا 10 لعيبه مش هقول له انت بتعمل ايه. اعمل يا معلم انت عايزه. اصل انت بص، انت تتحاسب امتى؟ تتحاسب لما يكون عندك فرقه وسكواد وتخسر او تبقى ادائك وحش، ساعتها هحاسبك. تعالى يا معلم، انت كنت مش عايز صفقات، عايز لعيبه، انا جبت لك كل حاجه، وفرت لك كل حاجه، بتخسر ولا بتتعادل ليه؟ ساعتها حاسبه. ايام زمان مثلا لما كانوا بيقعدوا ابو تريكه وبركات وعماد متعب دكه، ده لو كان خسر او اتعادل انت ما كنتش تحاسبه، انت كنت تجيبه وتعدي على بعربيه رايح جاي. اصل انت عندك انت شوف انت عندك مين، فانت معدي دول دكه ليه؟ انت فاهم؟ انما الوقت الراجل ما تلموش اي حاجه. فماتش بيراميدز ده لسه ماتش بيراميدز في العته اللي احنا فيه ده، لسه بقى ماتش بيراميدز جاي، فلسه اصبر. هتكسب الماتش الجاي مثلا هتلعب تقريبا فاركو، ساعتها بقى تقابل بيراميدز، وقابل بقى، انت فاهم؟ هتكسب، الله اعلم، ممكن تكسب عادي. بس هل ده ما يمنعش ان احنا مش محتاجين صفقات؟ احنا محتاجين فرقه. والله انت عارف احنا لو كنا كسبنا النهارده، والله انا كنت مجهز ان انا هطلع اقول نفس الكلام. احنا كسبنا وكنت مثلا هشكر في الراجل، اكيد كنت هشكر في كولر عشان بيكسب وسط الاداء ده كله، وكان لو لعيب بيعمل حاجه مميزه كنت هشكر فيه زي ما انا شكرت في عمر الساعي. بس برضو كنت هتكلم في حته الصفقات وحته مصطفى العش. يعني احنا مش عشان خسرنا طلع اتكلم لا احنا لازم صفقات، لا، لو كنا كسبنا كنت هتكلم نفس الكلام برضو. فربنا يستر ان شاء الله الفتره الجايه. يناير هيخلص على الله اعلم، في صفقات هتيجي ولا لا الله اعلم، بس مش جاي حاجه يعني، انت فاهم؟ نام انت مالكش دعوه، مفيش حاجه هتيجي، مفيش حاجه. بس كده عزيزي الاهلاوي، اتمنى لو محتواي بيعجبك او ما بيعجبكش دعمنا، ما يجراش حاجه، هيعجبك ان شاء الله الفتره الجايه. ادعمني بشير ولايك وسبسكرايب سواء على التيك توك او على اليوتيوب. سلام.